بأمريكا تحت لوحة هوليوود الشهيرة رجل عربي بلحية طويلة، الأمريكان سموه ملاك الأرض، ناس تانيين قالوا هذا ملاك بدون أجنحة. Amazing human being. The story of a good man on a quiet and heartbreaking mission. مين هالإنسان وشو قصته وليش سموه الملاك؟ محمد بزيك رجل ليبي طلع على أمريكا بأواخر السبعينات ليشارك بحدث رياضي، ضل هنيك كمل دراسة، تزوج واستقر، وبيوم كان عنده مراجعة عادية للمستشفى، هنيك شاف شي غير حياته، أطفال على أسرة المستشفى بدون أهل وبدون أي حدا يرعاهم، أطفال صغار مهجورين. من دمي ولحمي وأسيبه؟ كيف تروح تنام وتاكل وتشرب وتعيش؟ كيف يعني كيف تفكيرك؟ فين عقلك؟ أطفال أهاليهم هجروهم لأنه عندهم أمراض مزمنة ومميتة، أطفال أهاليهم مدمنين مخدرات وكحول وما لهم حدا، أطفال وحيدين انتركوا للمرض والموت. قرر محمد بزيك ياخذ هالأطفال لبيته، طفل، 2، 3، 4 لحد ما وصل لل 80 طفل، اشترى أدوية، أسرة، وحول بيته لمستشفى، قضى 30 سنة من حياته بس لرعايتهم والاهتمام فيه. هذا العمل عامل 24 ساعة، ما في يوم راحة، ما تقول يوم أنا مريض ما أستطيع، أنا امبارح ما نمتش. 80 طفل أغلبهم بيعانوا من أمراض مزمنة، كل الأطباء والمشافي فقدوا الأمل من إنقاذهم، أخذهم على البيت، اهتم فيهم ورعاهم، ومرات بتحصل المعجزات. يعني لما أخذتها من المستشفى قالوا الدكاترة ممكن أسبوعين، ممكن بالكثير شهرين، بس الحمد لله الآن 8 سنوات و4 أشهر. قبل 5 سنين انصاب محمد بزيك بسرطان، فات برحلة علاج طويلة، من ضمنها عمل جراحي، عملية خلته يحس بنفس أحاسيس الأطفال، الوحدة والخوف على سرير المرض. شعرت بنفس الشعور اللي يشعر به الأطفال. إذا أنا قلت أنا عمري في الستينات كنت خايف. رغم الألم والمرض استمر برعاية الأطفال، انتشرت قصته بكل أمريكا وصار حديث الإعلام، مشاهير وفاعلين خير ساعدوا وقدموا الدعم ليكبر المشروع، 5 أطفال تبنتهم عائلات وصار عنده أطفال وصلوا للجامعة. عطاء محمد بزيك ما كان بس بأمريكا، أسس دار أيتام بليبيا فيها أكثر من 600 طفل. الله سبحانه وتعالى بعث في قلوبنا رحمة، فإذا استخدمنا هذه الرحمة في مساعدة الناس والله نلقى سعادة لا حصر لها. محمد بزيك الملاك الليبي، صاحب اللحية الطويلة المملوءة بالحب، هيك بيسموه بلوس أنجلوس القلب العربي الرحيم، منقذ الأطفال والأب الحنون. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها. Yeah, go see the